السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى هنعمل مع بعض كبدة بالبصل بطريقة فظيعة. انا احكي لكم ايه اللي خلاني اعملها بالبصل. كنت نازلة يعني ماشية في مكان ما، وكنت معدية من قدام عربية بتعمل كبدة. ريحتها جامدة جدا، بس ريحة البصل كانت قوية فيها، فعرفت ان هو بالبصل. فنفسي راحت لها جدا وكنت جعانه، وما بين بقى ان انا عايزه اعمل اشتري، وما بين ان انا خايفه وكده، فقلت لا ما تشتريش وروحي البيت اعمليها في البيت بمنتهى السهوله دي. جبتها بقى الكبده، جبت نص كيلو كبده، حطيت عليه عباره عن فلفل اسمر ونص معلقه ملح، معلقه ملح ونص معلقه سكر، ونص معلقه فلفل اسمر، نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه بابريكا. وجبت الكبده وعصرت عليها ليمونه، وعندي فلفل اخضر، وعندي البصلايه عباره عن بصلتين مبشورين بالعين اللي هي الواسعه. وجبت بقى عندي طاسه او عندي صينيه او عندي الحله اللي هعمل فيها، وحطيت فيها شويه زيت اخليهم عايزاهم ان هم يتقدحوا قوي او يسخن قوي الزيت. واول ما الزيت سخن قوي رحت راميه عليه الكبده كده. شايفين اول ما الكبده اترمت في الزيت السخن اتصدمت، مش هتنزل ميه كده خلاص. كده يبقى الكبده بتاعتنا نجحت. بقيت بقى ان انا هبتدي بقى ان انا اقلبها كويس كده زي ما انتوا شايفين، عشان خاطر تتعامل كلها، تتصدم من كل النواحي. شايفين بقى؟ شايفين اللون بتاعها الفظيع؟ هبتدي بقى بعد ما لفتها كذا لفه كده، هبتدي ان انا انزل عليها بالبصل المبشور اللي احنا بشرينه بتاعنا. هبتدي ان انا اقلبها كويس. مفيش اسهل يعني من كده طريقه يعني. هبتدي بقى ان انا اقلبها. بجد الريحة لا تقاوم، فظيعة. شايفين بقى الجمال والقمر دي؟ لونها الكبدة لونها بيضة. انا بحب لما اشتري كبده دي كبده صافيه بقى، لما باجي اشتريها ما بشتريهاش معاها قلب ولا الحاجات ولا الحاجات اللي هي بتبقى معاها قلب او كلاوي، وبتبقى ازيد 20 جنيه. 20 جنيه بعد ما حطينا البصل وقلبناه شويه كمان، هبتدي ان انا ارمي عليها الفلفل الرومي ده فلفل رومي. دي كده بارده، لاني مش هينفع ان انا اعملها حراقه عشان خاطر عيالي ما بيحبوهاش حراقه. دي التوابل بتاعتنا، هبتدي ان انا اضيفها عليها. حسيت ان هي دلعه شويه، فهبتدي ان انا احط لها شويه ملح كمان. شايفين بقى؟ فظيعه، ما نزلتش ميه خالص. المفروض ان البصل كان ينزل ميه وكده، مش هتنزل ميه لان انا صدمتها صدمه كويسه جدا. واهم حاجه في الكبده ان هي تتصدم، هتحافظ على لونها، هتحافظ ان هي ما ينزلش منها ميه، ان هي ما تنشفش. شايفين قطعه الكبده؟ هبتدي بقى ان انا احط عليها شويه الملح التانيين، لاني انا لقيتها انا محتاجه ملح. دي كلها انا بحبها حراقه، فطبعا مش هعملها حراقه. هبتدي ان انا اقسمها نصين. نص نص هحط عليه الفلفل اللي هو الحراق، كنت مقطعه قرنين فلفل كده فظاع، حلقات. هبتدي ان انا بعد ما هي كده خلاص الكبده استوت، لا شعوذه ولا سحر ولا اي حاجه، الكبده استوت خلاص كده. ابتدي بقى ان انا اجيب طاسه صغيره، وابتدي ان انا اقسم الكبده دي، واسيب الباقي ده للاولاد. والنص الباقي دوت هحط عليه الفلفل الحراق اللي انا مقطعاه. الفلفل اصلا ما كانش حراق قوي، فابتديت ان انا احط كمان بتاع حوالي نص معلقه شطه كمان. مفيش اجمل من كده. ولا زفاره، الليمون بيمنع الزفاره بتاعتها. عايزه تحطي عليها شويه طحينه، يعني تلفيها بطحينه بدل الليمون. عايزه تلفيها بشويه لبن، يعني اللي انت عايزاه. انا حطيت شويه الشطه اهو. بجد فظيعه. ايه اللي خليني اشتريها من بره؟ مش عارفه مصدرها ايه، وممكن بطني توجعني، ممكن يكون فيها حاجه. متعرفش ايدي اللي منضف دوت ايه اللي عاملها، قصدي ايده نضيفه ولا مش نضيفه، مغسوله ولا مش مغسوله. فانا عملتها، وعملت بقى جنبها شويه بطاطس كده زي ما انتم شايفين. طاسه البطاطس هي شغاله ورا. مفيش اجمل ولا احلى من كده. شايفين طعمها فظيع؟ شايفين الجمال والحلاوه؟
ودي كانت النتيجة بتاعت الكبدة اللي احنا عملناها مع بعض. قوموا اعملوها، مفيش اسهل من كده والله. ما اخدت في ايدي بتاع حوالي 10 دقايق او ربع ساعة، 10 دقايق عمايلها. شايفين بيضة وجميلة ازاي، وطعمها لا يقاوم بالبصل. قلت اغير بقى عن الثوم وعن الحاجات دي، ولو حطيتي فيها قرن يعني فص ثوم هتبقى فظيعة. جربوها وباذن الله هتعجبكم. ولو عجبتكم، لو الفيديو ده عجبكم، ما تنسونيش ان انتوا تعملوا لي اشتراك في القناه، وتعملوا مشاركه، وتعملوا لايك للفيديو. ان شاء الله باذن الله هيعجبكم. شايفين ده الحراق بتاعي، طعم خطير. شايفين انا برضو عشان خاطر مش حراقه جبت قرن الفلفل ده حطيته، حاجه روعه. والبطاطس، سامعين القرمشه بتاعت البطاطس؟ سامعين القرمشه؟ هي البطاطس اصلا الايام دي مقرمشه جدا، بتاعه تحمير موجوده، اللي هي طالعه جديده. هتعرفوها ازاي؟ هتجيبوها هتكون متوله كده، مش بيضاويه كده بالطول، ورمليه، عباره عن رمله. دي البطاطس اللي تجيبوها وتحمروها بجد شيبسي يعني فظيعه. حتى انا ابني قال لي يا ماما اعملي لي يا ماما شيبسي. قلت له خلاص ماشي. جبت كام بطاطسيتين كده، قطعتهم بايديا كده شيبسي، اللي هي رقيقه خالص بسكينه صغيره. جبت عندي الطاسه اهو، ورحت حاطه فيها استنيت لما الزيت يسخن فيها جامد. والبطاطس اللي انا قطعتها زي الشيبسي دي غسلتها كويس تحت الميه. انا بغسلها كويس ليه؟ عشان خاطر النشا اللي فيها تطلع منها وما تبقاش لازقه ما تبقاش لازقه خالص. لما تيجي احطها في الطاسه، يعني اللي حطيته يمين احطه شمال، الفها كده في الطاسه، ما احطهوش فوق بعضه. وابتدي ان انا زي ما انتم شايفين كده، وابتدي ان انا اهزها كده عشان خاطر مش عايزاها واحده تلزق في التانية، عايزاهم يبقى زي الشيبسي بالظبط. وابتدي ان انا بالمعلقه الخشب بتاعتي اروح افضل افرطها كده من بعض. مش عايزه واحده تكون فوق التانية، او لو واحده فوق التانية يبقى مش كلها فوقها، نصها او ربعها فوقها. زي ما انتم شايفين هبتدي ان انا اعمل فيها كده لحد ما الاقي البطاطس هتبتدي تلزق في المعلقه بتاعتي. اروح سايباها وما كملتش تقريبا دقيقتين على النار، هقلبها الناحيه التانية. وبعد كده هروح مطلعها عندي وارش لها شويه ملح. ما اقولكيش بقى، بطاطس شيبسي بالملح فظيعه. زي ما انتوا شايفين اهو. انا بحب اي حاجه يطلبوها مني اولادي، لما بكون في مقدرتي او في ايديا بعملها لهم. لان الطفل ده ماما كانت دايما تقول العيل ما عندهوش حد تاني، ولا عنده بيت تاني، ولا عنده حد تاني يطلب منه الحاجه اللي هو عايزها، مش هيروح. يعني انا عندي مثلا بيت تاني، عندي اهلي مثلا، جوزي عنده اهله، كل واحد كبير بيبقى عنده، واحد كبير ما عندهوش حد معاه فلوس ان هو يقدر يجيب. لكن الطفل لا حول ولا قوه بيه ما يقدرش ان هو يجيب اي حاجه. سامعين القرمشه بقى؟ يا رب يعجبكم بإذن الله.